بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض السمك المقلي بطريقة محلات السمك. ازاي يطلع معانا السمك كده كريسبي من بره وفي نفس الوقت لونه حلو، اللون الذهبي الجميل ده، ويطلع اللحم بتاعه طري. طبعا في فرق بسيط بين السمك المقلي اللي بنعمله في البيت والسمك المقلي اللي بنشتريه جاهز. السمك الجاهز بيكون كريسبي من بره، واللحم بتاعه طري، وفي نفس الوقت ليه طعم مختلف. النهاردة هقول لك على السر، تابعي الفيديو للآخر وإن شاء الله الطريقة هتعجبكم. نبتدي الطريقة. طبعا أي نوع سمك تحبوه تقدروا تستخدموه، بس المهم يكون الحجم بتاعه زي ما انتوا شايفين كده، حجمه كف الإيد وأكبر شوية. ولو عندنا سمك أكبر من الحجم ده وحابين نعمله مقلي، يفضل نقسمه لسمكات على اتنين، السمكية على اتنين. شايفين؟ لازم السمكية تكون مليانة، وتكون العين بتاعها بتلمع، وتكون الخشاشيم بتاعتها حمراء. بنجيب الملح كده وندهن ملح في السمكة، ندهنه كله. دول 3 كيلو سمك، يعني شايفين وزنهم قد ايه. بعد ما بندهنهم كده، بندهنهم دهان، مش بنملحهم خالص، بندهنهم ملح كده بسيط في البطنية ومن بره. وبعد كده بنقلب السمكة زي ما انتوا شايفين كده. هقلبهم واخلي البطنية لتحت عشان تصفي المية بتاعتها، اهم حاجة تصفي المية بتاعتها. وطبعا زي ما انتوا عارفين لازم اضافة السمك زي ما انتوا شايفين كده، كده بتصفى المية ومتبقاش اي مية فيها. ما نضفنا السمك وفتحنا البطنية بتاعته ونضفناه، بحط السمك في مصفاة زي ما قلت لكم وبقلبه على بطنه كده ويصفي المية، علشان يصفي المية الزيادة اللي انتم شايفين دي، وتصفيه. السمك من أهم الخطوات في السمك المالي، حتى لو فاكرينه ناشف لازم بنصفي ايه بتاع ربع ساعة. وهو بنجيب الخلطة بتاعتنا أو التتبيلة بتاعتنا. معانا معلقتين توم مهروس، عليهم أربع عصبات في شبت وكزبرة وبقدونس 3، وعليهم قرنين فلفل بارد. لو انتوا عايزاه سبايسي بتحطي له في ايه سبايسي، وبنحط له معلقة الملح، وبنحط له الكمون بتاعه، ونضربه بعد كده، ونحط له معلقة كركم، ونضربه بقى في الخلاط في الكبة لحد ما ينعم معانا. في الوقت ده انا بسيب السمك يصفي المية بتاعته. اهم حاجة في السمك البلطي لازم تصفي المية بتاعته، ما تخليش اي نقطة مية، ما تقوليش ده ناشف وخلاص، لا، احنا بنصفيه وبنشتغل نحضر في التتبيلة بتاعته اللي انتوا شفتاكم. ما بتزودش كده عن التتبيلة. في الاخر بنديها عصرتين ليمون، لان عارفين السمك ابوه وامه الليمون، بيموت في الليمون السمك. فبعد ما اخلص كده بعصر عليه ليمونتين كبار محترمين، وكده ضربناه في الكبة كامل. هنشيله ونحطه في طبق، وناخد بقى، شايفين مفيش مية خالص، ونبتدي نتبل فيه التتبيلة بتاعتنا كده في البطنية ومن بره. ونحط التتبيلة كلها بالكامل. بعد ما بنتومه من جوه بندهن من بره بقية التتبيلة، نحطها ونقلب السمك كله مع بعضه عشان يشرب من بره ومن جوه. واهم حاجة زي ما قلت لكم السمكة تكون مليانة، ما تكونيش في سمك مفيش لحم خالص وبياخد زيت وبياخد تعب بالكذب وما بتلاقيش حاجة تاكليها فيه كده. ولو السمك كبير قوي بعمله خطين، او السمك كبير بقسمه نصين. يعني هو لو كان نصين افضل، او اعمل له خطوط في الوسط يكون افضل عشان تشرب منه التتبيلة. وانا دلوقتي هبتدي اقطع السمك زي ما انتم، بس بعد ايه ما اعمل التتبيلة بتاعته بنحط 3 معالق نشا، مع 3 معالق دقيق، مع معلقة كمون، مع معلقة صغيرة كركم.
كده تمام. الدقيق حطيناه، هنحط بقى الكمون بتاعنا ومعلقة الكركم ونبتدي نقلبه، ونجيب كوباية صغيرة كوباية مية، ونبتدي نعجن ونخليها عجينة تخينة شوية، ما تكونش خفيفة. أهم حاجة تكون العجينة تخينة شوية، يعني تبقى زي عجينة الزلابية أو عجينة لقمة القاضي. فبنيجي بعد كده نعجن، نجيب كوباية المية ونبتدي نعجن. نبتدي نعجن ونزود مية واحدة واحدة. حطينا الكوباية الصغنططة دي ونبتدي نعجن، ونجيب المضرب ونعجن عشان كله يتشبع بالدقيق. هتلاقي العجينة دلوقتي تخينة معانا، هنزود مية تاني. دي العجينة السايلة. بعد كده بنعمل العجينة، بنعمل الدقيق اللي هي الخلطة الناشفة. بنجيب 3 معالق نشا مع 3 معالق دقيق مع معلقة كمون مع معلقة زي النفس، بس دي هنعملها على الناشف، ما بنحطلهاش مية. ونقلبها كده ونسيبها. نحط معلقة الكركم والكمون ونقلبها. دي نعمل ايه بقى بعد كده؟ بنجيب السمك نقطعها نصين ونبتدي نتبل فيها. بنقطعها كده نصين، كده تمام. قطعناها تمام، كل السمك بتاعنا قطعناه نصين. تاكلي احلى سمك وهتدعيلي، سمكة في منتهى الحلاوة. بنيجي بعد كده بنيجي ناخد نص السمكة ونحطها في التتبيلة في الدقيق الأول. شايفين مفيش مية تحت خالص، لأن احنا صفينا المية. وأهم حاجة زي ما قلت لكم، السمك المالي لازم يكون تصفي المية منه، خاصة البلطي. ناخد السمك ونعفره بالدقيق، وبعدين نحطه في الخلطة السايلة بالطريقة دي. بعد الدقيق بنحطه في الخلطة السايلة. هنروح بقى بعد كده، وبعد كده أكمل أنا ونروح نقلي المجموعة دي. الزيت لازم يكون غزير وسخن، ونحط السمك فيه، وطعمه بيبقى خطير ومتشرب من التوم والتتبيلة ويطلع معانا كريسبي وبقرمش من بره. فياريت تجربوه وتقولوا لي اهو طلع معانا. شايفين؟ اللهم صل على النبي، في منتهى الحلاوة ومنتهى الطعام. احنا بنطلع السمك من الزيت، ما بنحطوش في الصينية على طول، بنحطه في مصفى ونحط تحتيه ورق زبدة او ورق بيشرب الزيت عشان